بسم الله الرحمن الرحيم. الشبهة السابعة شبهة التكليف والابتلاء. نزدك خدا چما من مكلف كريه، چما ما امتحان كتشات الجوجيه أو شبهة الله بإباحي وملاحدة وتأيستفلا. وهناك شبهة يتشبث بها الإباحيون خبيدقر باحي والملاحدة والربوبيون إنكارجي أو تأيست. يقولون بيجين إن الأديان متفقة على أن الله تعالى قد خلق الإنسان لابتلائهم وتكليفهم بالإتيان بمجموعة من الأعمال والاجتماع على الموجودات الأخرى منها. بيجين الدين اتفاق وان هي خدای تعالى إنسان خلقان ديج وامتحان وان تكليفه وان بكي كبينجي قالك عملها بينجي هنتو مقدار كي عمل هنا هنا وانا بكن نأمر وقالش هي مقدار كان قالش وان دود وكان هي ولا نفعل الله تعالى في هذه التكاليف. وهذا فايدة خدای زمان تكليفات تنش ما خدا بدسر ما ديمك بحاشا الله بيخنبرا شبه خد بيش لأن الله هو الغني المطلق وده مطلق غني مطلق وكذلك لا مصلحة المكلفين فيها تبين مصلحة مكلفة اشتياتونه بل هي عبء ثقيل باركي جرانه على كاهلهم لسلم ليوان. فهذا الابتلاء باطل ما فيش ناخذ دونه. نعم. إيه؟ وهذا الابتلاء باطل من سبب خير ويات بقول مش بيابخين بيابخين بسكنا. فهذا الابتلاء باطل الامتحان هنا باطله وهذه التكاليف أمر باطل ومرفوض. طبعا تكليفها جاءت بيجني يعني لأن أمرك باطلة ومرفوضة. فالأديان المكلفة بتلك التكاليف أو الدين فاتنا تكليف حتى ما تقول مكلفة ضابطة الدين كتكليفها فان تكاليفاتكن باطلة ومرفوضة باطل وما يقبل. فنقول جامد بيجن أما أنه لا نفعل الله تعالى في هذه التكاليف فصحيح. كنت بيجن فائدة فان تكاليف هذا قدرتنا راسته فائدة قدرتنا لأن الله غني عن العالمين محتاج قدر والعالمين تنه. وما أنه لا مصلحة للمكلفين فيها بمصلحتنا أو فهم باطل ويعني شيء سنبين بطلانه في مايل بطلانه بيعطك. ثم نقول أولا أمي بيجن لبيان بطلان هذه الشبهة جوا طلبنا في الشبهة إن الأديان الصحيحة عبارة عن مجموعة من العقائد والأخلاق والعبادة. دين الصحيح عبارته مقدارك عقيدانة شبالي باورينة شبالي أخلاق شبالي كرني إنسان وهي مشتملة على أصول صحيحة. طبي فاناجي يعني أفدين شامل سن كأصول صحيحة ينبني عليها مع داخل وان سروان أفضل وعلى فروع هيك فرعي وان هنا تنبني على تلك الأصول أو سروان فرعاء أفضل وتتفرع على جوان أو شاهدة. والأصول الأولى للأديان أصلي أول جدينا لا تثبت إلا بالدلالة العقلية المحضة. صابتنا من أنجح دليل عقلي خرو دليل عقلي يعني وكا مسألة قضاء وكا بيخنبر يا بيخنبر التي لا دخل نقلي فيها دليل عقلية ما حطشنا إيكو مداخلة نقلية تونس في ديك أشفي ومحاولة إثباتها بنقلي مجبل الدو ذات ما رابع وانا بنقلي أو بك إثباتك دولي شيء يقصدون بشيء وذلك السبب لأن النقل لا يثبت صحته إلا بثبوت تلك الأصول çünkü نقل صحته ثابت نابا ancak ثبوت وان أصلا. ومحاولة إثبات الأصول بالنقل جمع الرابع وان أصلاجي وكما مثلا هبونا خدا وبنا بيخنبر بنقل إثباتك يقتضي تقدم ثبوت النقل عليها وشاي لازم تقديم ثبوت النقل بريفان أصولا. وهذا هو الدور الذي هو عبارة عن تقدم شيء على نفسه وتأخير عنه. الدور شيء عبارة تقدم شيء سن نفسه وتأخير نفسه وهو تناقض أفجي شدشكية ومن أوضح المحالات وأن محالي أشهر. وإيضاحا لذلك نقول جاء في أشكال في بيجن الدين الإسلامي مبني على أصلين أولين. يعني إسلامي مبني على أصل أولين إذا ثبت هذان الأصلان عقلا وتأبع الصابت بذن ثبت ما عداهما خيني صابت من الفروع التي تنبني عليهما شو فرق جاب مبني بسبب أصلا. وهذان الأصلان الأولان هما هذا أصل أول أذن. الأول ثبوت وجود الله تعالى بصفاته بس إثباتها بنا خدا قريب عقلي صادق. والثاني ثبوت صدق محمد عليه الصلاة والسلام في دعواه الرسالة عن الله. ثبوت صدق في خنبر كدعوة رسالة كيش قدام بين أديبه في خنبره. وهذان الأصلا لا يثبتان إلا بالدلائل العقلية المحضة. فأنا أجر دليل عقلي إيه محض يعني إيه بنقل ولا سبيل إلى إثباتها بالنقل أي بالكتاب والسنة. تريب الإثبات طبعا هذا دليل بالنقل يعني كتاب والسنة. وذلك السبب لأن النقل لا يثبت صحته ذاتا إلا بثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة رسالة الله تعالى. نقل ثابت نابس حتى أنجح ثابت بك رسول الله في خنبره يعني الدعوة خيار رسالته ده راسته. فثبوت
صحة نقلي موقوفة على ثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى أرسطو أن لا يتعطى بثبوت صدق صحة نقلي بالية ثبوت صدق پیغمبر دعوة خدا دعوة خدا پیغمبر كده راست يعني أو بالية وين أو بإسباري جريكي پیغمبرتي ثابت بذا هي نقل صحة وجهه. فإذا حاولنا إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالة بالنقل جاء امرأة بن بيجن صدق ثبوت يعني ثبوت صدق رسول الله في خنبرة دعوى رسالته دراسته امرأة من نقل ثابت بكن النقل بغليه أوجب بغليه نقلي كذلك موجب الدول الذي هو هنا عبارة عن تأكل ثبوت النقل عن ثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم أبي دولة شتك أو دولة كل فرع عبارة تأخر ثبوت نقل ثبوت صدق رسول الله ما دول نقل بشتويه وتقدمي عليه وتقدمه قال الصوت مقدمة سريبه إجا دول في الأوان عبارة عن تأخر ثبوت النقل عن ثبوت صدق محمد صلى الله عليه وسلم وتقدمه عليه يعني هم جيد دويبة هم بريبة وذلك شما لأن توقف ثبوت النقل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم çünkü توقف ثبوت النقل صدق كرسول الله بيغمبره يقتضي تأخر ثبوت النقل عن ثبوت الصدق demek ki gene nakl du دو صدق وقت ترابي صدقي جيبوي إثبات كي جري صدق دوي به جرى نقل بريق به صدق بريق مفهوم والإستاذ على ثبوت الصدق بالنقل يقتضي تقدم ثبوت النقل على ثبوت الصدق جد عند ثبوت الصدق بنقل تقاضى تقدم ثبوت النقل ثبوت صدق حال بكي نقل بشتي صدق وذلك لأن الدليل لابد أن يتقدم ثبوته على ثبوت المدلول çünkü وقت يكون دليل قال الدليل بري مدلول به إما يكون تبري تدوس نقل حتى بيشتي إثبات صدق پیغمبره طيب صدق پیغمبر نقل بكي دليل صدقي دليل مقدم يسال مدلول قال نقل بري بيجي قال نقل بري خشي فالأصول الأولى للأديان الصحيحة أصلي أول دين صحيحة لا سبيل إلى إثباتها إلا بالدليل العقلي المحض طيب بعض الإثبات عندنا أنجب دليل عقلي خروج وبثبوت هذه الأصول الأولى طبعا إجاب ثبوت طبعا أصلي أول وكان بيجن قضاء بيخنبال يثبت صحة كل ما ينبني عليها شيء بني بالي بنا شخص صحة وصابت به جاب ذاك ما بدو كبار ويتفرع عنها من الأصول الثانية إجاب جوان شيء جوان أواد شيء جوان شاخذ ده جاء شيء جوان أواد من الأصول الثانوية من الفروع المقررة المتفق عليه مثلا أصل الدوسية أعتقد فروعي شاقي جوان دشن تفسرون هي والدلائل العقلية المثبتة للأصول أفتديا يعني أساس جالك ابتداء والدلائل العقلية المثبتة للأصول الأولى دليل عقلي إثبات أصلي أول لكن تنسحب على صحة غير مرفوع جاء وانا دنيش بغليوان وطيت مثلا تعقلا إثبات خداك تعقلا إثبات الصلاة بيغمبرك شيء خدا بيجي راست عقل تخازك وش راست عقل تخازك شيء رسول الله راست وقت بعقلي وان وقت توانجي بعقلي أول عقلي تثبيت وتكون دلائل الصحة أو الصحة أيضا طبعا دليل صحته صدقة وان سروان أصلا بداد بن وسروان شاق فالواجب على من يحاول اختبار الأديان اللازم يصير إيكو بخازة دينا دوان تشبيش في تجربة بك ويرغب في معرفة صحتها وإيكو أويها وفسادها تخازن بكا صحيح ناس صحيح ناس بك واجب تشجرة أن ينظر إلى الأصول الأولى لها قالت أصي أود ميزانك فإذا رأى أن هذه الأصول ثابتة بالدلالة القطعية واقتديها فأنا أساس ثابت بدليل قطعي يجب عليه تقبلها يعني قبولها قال أشهد أنا قبول بك والإيمان بها إيمان وابنا وبكل ما ينبني عليها تشير سروان بني بناد به وما يتفرع عنها تشير كروان شاخد ده من بقية شعب هذا الدين يعني قسمي دليش بدين وإذا رأى أن هذه الأصول لا تؤيدها الدلائل العقلية وقت ميزك هذان أصلا دليل عقلي تقوى ولكن رفضها ويعطونا بابشة وكفر بها ويكار بها وبكل ما ينبني على شيء باغلي واجي ثم نقول أولا يعني بيجن قد بينا محتبرش بكم يجي شو مسكين مش في سورة تقرأ شكرا ها بكم نيني وبكم مش بطنيني ثم نقول أولا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بس